اول حاجه الساعتين حتى فيهم يعتبر عدد الخلفيات واحد، 5 خلفيات هنا ولا هنا. بص كده بتختلف بس في الشكل بتاع الخلفيات، ولكن هم نفس العدد 5 خلفيات. وطبعا نقدر نضيف صوره من صورنا على الموبايل على الساعه كخلفيه. يعني دي كده دقه الوان الساعه الاس كي 37، نفس الدقه في نفس الوضعيه. الشاشه قويه جدا. خلينا بقى ايه نركز. الاس كي 37 الاس كي 38 الازرار الجانبيه يعتبر برضو نفس الزرار بنفس البقره، حتى مكان المايك واحد، الظهر نفس السنسورات ونفس كل حاجه، فيهم نفس الدايناميك ايلاند. تعالى بقى نشوف الزرار بتاع البقره لما نضغط عليه كده، ركز معايا هتلاقي ايه نفس القوايم كده لما بطلع اهي، بنفس الاسامي بنفس كل حاجه اهي. ضغط الدم، الاكسجين، كل الحاجات بالظبط هي الطقس، التصوير، الحاسبه، التنفس، موقت. بص كلهم واحد بالظبط، مفيش اي اختلاف. هو واخد الاوبشن كوبي بيست حطه في الساعتين. السيتنج نفس السيتنج بالظبط. الستائر اللي فوق، تعالى نسحب الستاره اللي فوق هنا وهنا تقريبا زي ما انتم شايفين كده، نفس الستاره فيها بلوتوث فيها كل حاجه. نسحب تاني كده الستاره من تحت لفوق، نفس الاشعارات بنفس كل حاجه. نسحب بقى كده لك نفس كل حاجه بالظبط. خلينا نسحب برده كده نفس السوفت وير. فخلينا نبدا المراجعه على اس كي 37. ده شكل الواجهه، هو بس الاختلاف ان القايمه هنا فيها خلفيه، هنا ما فيهاش خلفيه. والخلفيه انت ما بتقدرش تضيفها في القايمه هنا ولا هنا، هي الاسلوب بس هو اللي شكله مختلف. خلينا نشوف مع بعض القايمه. اول حاجه لوحه الاتصال، تقدر تتصل من الساعه بدل من التليفون لما تكون رابط الساعه بالبلوتوث، مش شرط حتى الابلكيشن. هتسحب الستاره من فوق كده وهتشغل البلوتوث بتاع المكالمات، وهنا دي الوسائط او الموسيقى اللي على التليفون يعني على الساعه، وبيطلع الصوت طبعا من خلال السبيكر بتاع الساعه اهو. ده مكان السبيكر. سامعني كويس؟ عندك صوت واضح؟ صوتك عالي. في اي مشكله عندك في الصوت يعني؟ لا مفيش اي مشكله، الصوت عندك كويس. انت الصوت عندك واضح؟ تمام. الو. ايوه، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ تمام. دي الساعه الاس كي 37، تجربه في مكان مفتوح هنا في المول، وده صوت الساعه. انت سامعني كويس؟ انا سامعك. الصوت عندي سامعك. وانت سامعني عندك كويس؟ سامعك كويس. كم بقيه القايمه. جهات الاتصال دي انت بتضيف كام رقم من اللي انت بتكلمهم بشكل مستمر على الساعه من خلال الابلكيشن بتاع الساعه. الابلكيشن سهل جدا. الرسائل دي الاشعارات اللي بتجي لك من على موبايلك على الساعه. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم في الساعتين، اتفقنا ان الساعتين نفس القايمه. مكالمات الصدره والورده، وهنا التمارين الرياضيه. التمارين الرياضيه خلينا نشوف بقى هل في اختلاف بينهم. برضو انا شايف ان هو نفس السوفت، خلاص مفيش اي فرق. نفس التمارين الرياضيه مفيش اي فرق. كره القدم، التنس، كله واحد. مثلا اللي هو القوه ده، بص هو نفس السوفت يا جماعه. انا قلت لكم لما نيجي نبدا التمرين كده، بص شكله حلو جدا. السنسورات بقى في الظهر بتشتغل، بيبتدي يحسب لك بقى انت مشيت قد ايه وحرقت كالوريز قد ايه وكده. تقدر تعمل ايقاف مؤقت او تقدر تنهي التمرين، تحفظ اللي انت وصلت له في النتائج بتاعته يعني. بعد كده عندك العداد الخطوات، انت مشيت قد ايه وحرقت كالوريز قد ايه، واحتساب ساعات النوم العميق وانت نايم. وعندك الموسيقى او مشغل الموسيقى. تعال نشوف الصوت مع بعض. ده كده صوت الساعه. واقدر طبعا اتحكم في الموسيقى اللي على التليفون. بص حتى كاتب نفس الاسم اهو، الموسيقى اللي شغاله. بص كده واقف تشغل، وطي الصوت. بص عالي الصوت، صوتها ما شاء الله عالي اهو. بعد كده هتلاقي عندك اوبشن صحي اللي هو معدل ضربات القلب اللي هو الهارت ريت. واكيد السنسورات بتكون شغاله في الظهر وانت لابس الساعه كده. بص عشان السنسورات تشتغل، لو انت مش لابس الساعه السنسورات مش هتشتغل زي ما انت شايف كده. وطبعا هي مش منتج طبي عشان تديك قياسات دقيقه. وعندك ضغط الدم، وبعد كده عندك الاكسجين في الدم، تسكير بالجلوس او اي تسكير انت عايزه ممكن تغيره يعني، مش شرط واحد يعني. شكل القائمه الداخلي عندك الشكل دوت، وفي كذا شكل تاني تختار ما بينهم، ولكن خلينا في الشكل الطولي ده عشان ده اللي بنقدر نشرح منه كل التفاصيل. عندك هنا الكالندر او التقويم النتيجه. بص كده او كده زي ما انت عايز، تألف التواريخ كلها. ومساعد صوتي او سيري او خدمات جوجل ايا كان انت رابطها بالاندرويد او الايفون الاثنين واحد. وعندك الطقس، ده بيجيب لك الطقس لما تكون رابط الساعه بالموبايل. بص كده التصوير عن بعد، ده بقى انت تستخدم الساعه كريموت لكاميرا الموبايل. بص كده تسيب الموبايل بعيد وتبتدي ان انت تصور. نجح التصوير، تبتدي ان انت تصور اي صور من بعيد لو انت عايز تصور نفسك. هنكمل على الموديل الثاني عشان الناس برضو تفكر ان في اختلاف في القوائم. احنا كنا وقفنا عند التصوير. بعد كده عندك الاله الحاسبه، ده شكل الاله الحاسبه. بترجع بقى كده زي الموبايل. في تمرين بيساعدك على التنفس الاسترخاء، وبتقدر تظبط السيتنج بتاعته من هنا.
او تجيب الوقت بتاعه، وهنا تقدر تبدا التمرين وهو يقول لك تعمل ايه. بعد كده عندك بطاقات العمل دي بتضيفها من خلال الكيو ار كود عن طريق الابلكيشن سهل على فكره، وهينزل له فيديو طريقه التشغيل قريب. بعد كده المحفظه اللي هي فيها طرق الدفع اللي هي العلي باي والبي بال برضه عن طريق الابلكيشن. هنا الموقت تقدر تختار وقت معين تشغل عليه الموقت. البحث عن الهاتف، بص تبحث عن الموبايل، ده بقى قرابه الساعه بالموبايل، والعكس موجود تقدر تبحث عن الساعه نفسها سواء الساعه دي او الساعه دي. وعندك هنا الستوب ووتش ومسار التمرين، ده حاجه خاصه بالاوبشن الرياضي لما تكون رابط الساعه بالموبايل. بعد كده عندك المنبه، تقدر تضيف منبه بص يدوي كده من غير الابلكيشن ولا اي حاجه، مش شرط تكون رابط الساعه يعني، واكتر من منبه كمان مش واحد بس. وكمان عندك اوبشن خاص بالصحه النسائيه والاتصال بالهاتف اللي هو الكيو ار كود اللي تربطها بالابلكيشن. بعد كده تسكير بشرب المياه، تقدر تعمل تسكير في اوقات معينه كل وقت قد ايه لو انت من الناس اللي بتنسى تشرب او كده، او ممكن تستخدمه كدواء يعني. ابلكيشن اشعارات الكيو كيو والسيتنج اللي هي فيها الخلاصه. واجهات الساعه دي اللي هي اشكال الخلفيات، احنا هنا طبعا بنتكلم عن الساعه الاس كيو 38 وحتى نفس الخلفيه بالظبط، بص هي بالملي، بالعكس هنا شكلها احلى بكتير. بعد كده عندك الجزيره التفاعليه الديناميك ايلاند اللي بره، وهنا وضع اغلاق الشاشه تطفي كل وقت قد ايه. عايز اقول لك كل ما الوقت ده يكون قليل اللي هو 5 ثواني مثلا هتقعد معاك البطاريه وقت اطول، كل ما تزوده الشاشه هتفضل منوره اكتر وهتستهلك معاك في البطاريه في اي ساعه عموما مش الموديل بس. هنا مستوى السطوع بتقدر تقلله او تزوده، بص ده اقل مستوى للسطوع. هنا اعدادات السطوع الدايم ده اللي هي الاولوزن ديسبلاي بتشغلها، وقت الاضاءه بتاعتها بتقعد برده قد ايه 30 ثانيه 60 ثانيه زي ما انت عايز. وكمان النمط بتاعها اللي هو الاولوزن ديسبلاي عندك عقارب او دقايق، الاثنين دول موجودين برضو في الساعه الثانيه ال 37 احنا اتفقنا على كده. بعد كده عندك الزرار اللي في الجنب هنا ده تقدر تعدله بقى في اي اوبشن انت عايزه، يجيب لك مثلا ضغط الدم، تمارين رياضيه، الهاتف، اي حاجه انت عايز توصل لها بسرعه في الساعه من خلال الزرار اللي في الجنب ده. اوبشن رفع اليد لاضاءه الشاشه ممكن تفعله من الساعه نفسها مش من الابلكيشن، دي حاجه كويسه جدا. بعد كده عندك قوه الفايبريشن، تقدر تحدد مستوى الفايبريشن وانت لابس الساعه عشان تشوف المستوى اللي يناسبك في 3 مستويات. بعد كده عندك وضع عدم الازعاج والباسورد، تقدر تعمل باسورد للساعه عشان خصوصيه، ومصباح بجانب السرير ده وانت بتشحن الساعه يجيب لك الوقت والتاريخ، ما يجيبلكش علامه الشحن بس زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. الساعه فيها لغات كتير قوي، واهم حاجه اللغه العربيه عندنا واضحه وسليمه. اعدادات الوقت ممكن تظبطها يدوي او تعملها مزامنه مع الابلكيشن لو انت حابب، وفيها تنسيق ال 12 ساعه وال 24 ساعه. عندك الاتصال بالهاتف، تقدر تعمل سكان للكيو ار كود، وعندك رقم الاس او اس رقم الطوارئ بتحدده من خلال الابلكيشن، وتقدر تعمل ريست او اعاده ضبط مصنع واعاده تشغيل او اغلاق وحول الساعه، ده اسم الساعه والفيرجن بتاع البرنامج اللي شغال عليها، ولو في اي ابديت وصل هتلاقي هنا في ترقيه البرامج. وكده احنا كل حاجه موجوده في السيتنج، وغالبا كده كل حاجه موجوده في الساعه الكالوبي اس كي 37 و38